السلام عليكم حبايب الجميع. وصفتنا تاع اليوم ان شاء الله غادي نديروا الحوت متبل بالتوابل مقلي مقرمش، وغادي نوريكم طريقه القلي تاعو باش يجيكم مقرمش ويجيكم روعه. التوابل هنا غادي نديروا الكمون، نديروا الكركم، نديروا الثوم، المعدنوس، آه البابريكا حاره. يعني التوابل تجي بهم بنين تجي روعه، سواء بغيتو تقلوه سواء بغيتو تشووه يبقى لكم الاختيار. وطريقه القلي تاعو نبدا طريقه التحضير. هنا عندي كيلو عفوا تاع حوت او سمك. هنا درت 2 معالق زيت الزيتون. اخوات اللي عندها زيت الزيتون ديري، ما عندهاش تقدر دير الزيت عادي. باش كي نديرو في دوك التوابل نخلطوا هذاك الحوت تاعنا فيهم، يلصقوا كامل هذوك التوابل في الحوت تاعنا ويجيكم بنين. هنايا درت مغرف صغيره تاع الملح، انا عندي هذا الملح تاع الهيمالايا كتشوفوا فيه غوص نطيب به. درت هنايا مغرف تاع كركم صغيره. نزيد المغرف تاع بابريكا حاره. هنا الاخوات اللي ما عندهاش بابريكا حاره تقدر دير الحرور عادي. نزيد لها مغرف تاع كمون. هنا اللي ما عندهاش الكمون دير راس الحامض، يعني هذه توابل عاديه، ولا تقدروا ديروا حتى زنجبيل. ولا درت انا مغرف صغير تاع كمون. ولا عندكم الزعتر ورش ثاني ديرو. غادي هنايا رابي شويه تاع ثوم، نزيدو لهم ورشه تاع رند، ولا شويه معدنوس، قطعتو رقيق معدنوس خضر رقيق وشويه تاع ثوم. ربيتهم وحطيتهم هنايا. غادي نفرغ هذاك الحوت تاعي في هذه التتبيله هذه، وخليه يريح 10 دقائق قبل ما يشرب لي هذيك التتبيله كامل. بهذه الطريقه تجيكم روعه بكم بنه هايله. ولا غادي نفرغ كامل هذاك الحوت تاعنا. هي اي نوع من الحوت ديروا له هذه الطريقه، يعني ماشي شرط هذا الحوت، ماشي السردين، اي نوع من الحوت سواء كبير ولا صغير تقدروا ديروا له هذه التتبيله. وانا خليه هنا 10 دقائق قبل ما تشرب هذوك المكونات كامل، ومن بعد نروحوا نقلوه ان شاء الله بحول الله. هنا القليان سواء بغيتوا تقلوه بالفارينه سواء بغيتوا تقلوه بالسميد الرطب. حتى بالسميد الرطب يجي مقرمش ويجي روعه. اخواتي اللي ما عندهاش الفارينه تقدر السميد الرطب. وانا هنايا انا غادي نرمده في الفارينه تاعو تشوفوا بهذه الطريقه. وهنايا نغمطوا الحوت توجور نديروا له كميه زياده تاع عفوا تاع نديروا كميه زياده تاع الزيت. ما ديروش كميه قليله وتخلوه ينحرق ولا يدخل يلصق، ولا توجور ديروا كميه مليحه تاع الزيت وخلوها تسخن مليح مليح. كي نرمو هذاك الحوت تاعنا يتقلى ما تقلبوهش، مش شاكفه تقلبوه. كي تشوفوا من الجهه التحتانيه تحمرت وتقرمشت عاد روحوا نقلبوا الكوتي الاخرى باش يعني هي تتحمر وتتقلوش. وراك تشوفوا درت كميه مليحه تاع الزيت، خليتها سخنت مليح. وانا نحط الحوت تاعي خليه نشوفوا حمار من تحت مليح مليح وتقرمش، عاد نقلبوا الجهه الثانيه. هذه هي طريقه الحوت باش يجيكم يعني مقرمش ويجيكم بنين. مرة انا راح نغلي كامل الحوت تاعي. والاخوات اللي بغات ترافقوا مع البطاطا وجدت السلطه تاعها ولا البطاطا تاعها اكوتي، نروح نقلي كامل الحوت تاعي وما نجمعكم باش تشوفوا النتيجه ان شاء الله. بقاو معايا. ولا انا الحوت تاعنا تشوفوا ما شاء الله قريتو البنه روعه، وكتشوف كيفاش يجي محمر متقرمش. يقلوه كما قلت لكم بهذيك الطريقه. وغادي ان شاء الله بزاف اللي يشتكوا يقولك ما تجينيش مبرر ما يجيش، قلوه بهذه الطريقه وجدوه بهذه الطريقه. وخلوا لي كومونتير شباب. والى هنا انتهى الفيديو تاعي، الى اللقاء نلقى فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش ديروا البصمه وتشتركوا في القناه وتدعمونا. الى اللقاء، شهيتكم بالجنه ان شاء الله.